السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بالنسبة لوصفة البقلاوة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي سهلة وبسيطة واقتصادية. ما هيش مكلفة، مكوناتها بسيطة جدا، ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود، وبتطلع بالجمال اللي قدام حضراتكم ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. الشكل يغني عن الكلام. قد ايه بسيطة جدا كمان. بتطلع مورقة معاكي وهشة كده، وبتدوب في البق ذوبان. شايفين بسم الله ما شاء الله التوريق؟ شايفين الهشاشة وشايفين التوريق؟ يعني كده جميلة جدا، أحلى بكتير كمان من ما تشتريها من بره. بسم الله ما شاء الله، منتهى الروعة. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى أعمل الشربات أو السيرب. شربات البقلاوة بيكون تقيل وبارد، وطبعا كمية الشربات على حسب حجم الصينية اللي انت رايحة تعمليها. معايا هنا كوباية من السكر على كوباية من المية. هنزل عليهم بمعلقة كده من عسل الجليكوز لو متواجد عندك. هنزل كمان بعصير كده نص ليمونة. بعد كده رايحة ارفعهم على النار من بداية ما يغلوا 7 دقايق كده، وابدأي اضيفي الفانيليا واطفي عليه، وبعد كده سيبيه يبرد. هبدأ بقى احضر عجينة البقلاوة. معايا نص كيلو من الدقيق المنخول، هنزل عليه ب3 معالق بمعلقة الأكل دي زيت، كمان رشة من الملح ومعلقة من السكر. رايحة أقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضيها. بعد التقليب بتنزلي بقى كده بالمية تدريجيا علشان العجينة ما تطرش منك. عجنتها لما بقت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ما تخليش العجينة طرية علشان لما تيجي تفرديها تبقي متحكمة فيها. طبعا لميتها بعد كده، غطيتها بكيس كده علشان ما تنشفش، وسبتها كده ترتاح في حدود 10 دقايق او ربع ساعة علشان ما تحتاجش انك تريحيها تاني. معايا بقى صينية انا رشاها كده رشة من النشا. ما تستخدميش دقيق في الوصفة دي علشان ما يعجنش منك. قطعت النص كيلو في حدود كده 16 قطعة، على حسب برضو حجم الصينية. ممكن الصينية تكون عندك كبيرة أو عندك صغيرة، فأنت بتقطعي التقطيعة المناسبة بحيث إن هي تبقى حجم الصينية وتكون رقيقة معاكي. معايا هنا بقى نشا أنا هفرد عليه رشة كده من النشا. وهبدأ بقى أجيب قطع البقلاوة دي، وهبدأ بقى إيه أفردها فردة خفيفة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. أنا هبدأ بقى أفرد إيه كذا واحدة كده مع بعض. فردت التلاتة دولت وحطيتهم كده على بعض. رايحة اجيب كمان قطعتين علشان هفرد كل 5 كده مع بعض. اده التلاتة اللي في الاول. بعد كده رايحة اجيب 2 زي ما قلت لحضراتكم، رايحة اجيب 2 كمان. وانت بتفردي افردي مرة على الجنب ده، وتعالي قلبها الجنب التاني وفردها علشان مفيش جنب يتفرد معاكي والجنب اللي تحت يتن واقف صغير زي ما هو. فانت دايما وانت بتفردي اقلبيها مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده. بدأت افرد بقى بالنشابة بالشكل ده. طبعا بعد ما فردتها نص فردة فصلتهم عن بعض، وهبدأ أأمن عليهم تاني بالنشا. بتجيبي بقى كل واحدة تديها رشة كده من النشا، وتحط عليهم ترصهم على بعض تاني بالشكل ده. هبدأ بقى أفردهم لحد ما يبقوا رقيقين كده زي الرقاقة وبحجم الصينية اللي أنا هستخدمها. خلصت أول 5 وحدات بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا رايحة أركنهم كده أرصهم على الصينية، ورايحة أغطيهم بكيس علشان ما ينشفوش. بنفس الطريقة كملت كل الكمية المتواجدة، واللي نخلصه فرد بنحطه كده على بعضه. ما تخافيش مش هيلزق منك علشان هو عليه نشا، بس أهم حاجة اللي تفرديه تغطيه بكيس عشان ما ينشفش. بعد كده بقى جبت الصينية اللي راح ادخلها الفرن او استخدمها، دهنتها كده دهنة معايا الدهان زيت على سمنة. دهنتها بالشكل ده، وهبدأ بقى اجيب البقلاوة بتاعتي. فردت كده اول واحدة، كل واحدة او التانية بتدهنيها ايه دهنة كده من المادة الدهنية، فرشة بسيطة كده. طبعا على حسب اللي انت بقى عاوزاه، ممكن 5 رقات فوق و5 تحت، 6 فوق و6 تحت، على حسب
ما انت حابة تعملي حجم البقلاوة. طبعا رصيت كده في حدود 6 وحدات أو 7 وحدات تحت. معايا سوداني أنا فرماه في الكبة، حطيته كده في النص، وكملت الطبقة اللي فوق بنفس الطريقة. بدأت بقى أقطعها كده اربع، وكل ربع قطعته كمان نصين، وبدأت تقطعيها بقى سمبوكسات بالشكل ده. عايزة تقطعيها مربعات، قطعي بالطريقة اللي تريحك وبالشكل اللي يريحك. بعد ما قطعتها، أهم حاجة وانت بتقطعيها ما تدهنيش الوش من فوق علشان تعرفي تقطعيها وما يلزقش منك. قطعيها الأول، وبعد ما تقطعيها ابدأي ادهنيه المادة الدهنية بالشكل ده. في الوقت ده بقى أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 170، بتدخليها على الرف الأوسط مع المتابعة لحد ما تستوي. معايا بقى الطريقة التانية لصينية البسبوسة. بتجيبي بقى الطبقات اللي انت رايحة تستخدميها للصينية في حدود كده 10 وحدات. بتحطي الصينية عليها، وبتبدأي بقى تقصي بالشكل ده لحد كده ما تسويها على حجم الصينية. بعد كده بنفس الطريقة بتدهني الصينية، وتبدأي بقى تحطي الرقة بين كل رقة والتانية، بتدهني دهنة كده. بتحطي نص الكمية تحت، وتحشي بقى زي ما انت حابة، وتبدأي تحطي نص الكمية التانية فوق. بنفس الطريقة اللي عملناها في الصينية الأولانية هنعملوها مع بعض في الصينية البسبوسة التانية. لو انت حابة يعني تعملي صينية صغيرة بالشكل ده، بتحطي الحشو بنفس الطريقة اللي احنا قصناه بقى، حطيناه كده في النص ورايحة اكمل عليه. بتبدأي بقى تقطعيها زي ما قلت لحضراتكم مربعات سمبوكسة بالطريقة اللي تريحك. وزي ما قلت لحضراتكم فرن درجة حرارة 170 على الرف الأوسط مع المتابعة لحد ما تستوي. وبتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله، منتهى الروعة. طبعا بتطلعيها من الفرن بتكون سخنة والشربات بارد، بتبدأي تشربيها كده الشربات. بعد كده بتغطيها وبتسيبيها في حدود كده 5 دقايق أو 10 دقايق كده لحد ما تشرب. قد إيه بتبقى مقرمشة كده من بره وطرية وفي منتهى الجمال من جوه. حبايبي كده يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.